السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة معانا الأستاذ والشيف الكبير الأستاذ عمرو الجندفلي، هيقول لنا قصته لما كانت مع الفنانة نسمة، ويا ريتها كانت طلعت نسمة، ما طلعتش نسمة يا جماعة، دي طلعت أعوذ بالله هلاك، فاسية. طلعت فاسية صحيح. معانا الأستاذ عمرو هيقول إيه ويعدل إيه. يا ريت يا أستاذ عمرو تعدل شخصيتك الجميلة وتعرفنا على نسمة. والله انا مهما اقول على نسمة، يعني مهما اقول النسمة دي طلعت فاسية قديمة ورجلة، وياما عملت بيها ياما 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 ياما، ولا اتعلمت ولا اتقدمت ولا قالت اي حاجة، هي ولا كأني بتكلم معاها. احنا كنا نعرف ان حضرتك احنا كنا نعرف ان انت كنت بتعمل لها الفطار صبح وليل. اه طبعا. وطلعت هي تنكر نسمة. حاجة زي كده؟ طب ازاي الفترة اللي كانت قاعدة معاك ده في وكانت اكتر من كده كمان، في كمان. اكتر من اننا يعني اقول لك ايه، ربنا ينتقم منها يا واللي جابها يا رب. طيب حضرتك لما كانت معاك ومتجوزة، أيوة. وعندها الاولاد دي، ايوه. ازاي سابتك وعملت لك عملية الخلع دي؟ هل ده مش زنا؟ يعتبر زنا في حد ذاته، وطبعا هي عارفه حاجه زي كده يا ساتر يا رب. ومتعمده يا تعمل حاجة ساتر. زي وابوها كان عايش برضه، وبرضه راجل لا مؤاخذة مركبهم رخام. ولا يعني ابوها بعمرها 50,000 مره، ده يا ريتها ما طلعت نسمه، ويا ريتها ما اتسمت ابوها نسمه. بس كان بيقول لك وباذن الله ابوها اللي سماها نسمة. نسمه. ينتقم منك يا نسمة. طب تقول ايه لما سابتك وراحت اتجوزت واحد تاني؟ دي ست لا مؤاخذة تبقى شمال ولا يمين؟ لا، ربنا يوفقها اللي فيه الخير، وتبقى احسن من كده، وتمشي في الحرام يعني؟ لا وتستقيم وتعرف ربنا، وتغير نفسها بقى، وتغير من شكلها، وتغير من الحاجات اللي بتعملها. طب هي بتطلع قدام الناس وبتكذب كتير يا عمرو، وبتقول ان انا مش لاقيه البامبرز، مش لاقيه اي حاجه من دي. ما هي ما تعرفش معنى كلمة الكذب عند ربنا ايه. الكذاب ده يوم عند ربنا بيبقى اسود واحد في الدنيا كلها، ان يعني شاء الناس الله. كلها بتشوفه ان شاء الله. اسود. طب بالنسبه بقى لابوها الحاج عجه، لما كان بيتكلم معاك ويقول تقول له ان بنتك عملت وعملت وسابتني ومشيت، تقول لها ايه؟ والله هو ما كانش بيدينا عقد نافع، وكان بيخليها تتمادى في الحاجات دي، وهو الراجل ناقص اصلا، يعني هو ما يسواش نكله. تمام. هي طالعه تمام. له، البت بتطلع لمين؟ مش تمام لهو. تمام تمام أيوة. تمام، فعلا فعلا. طب بالنسبه للحاج عجه اللي بيحب ياكل الممبار، هو كان بياكل ممبار كتير ليه؟ وحياة أبوه لو هو ما شاف المنبر ده بيشافه بالمنام. في المنام. بس سبحان الله إنما سبحان شافه الله. حقيقي لا. وسبحان الله سبحان الله يا جدعان. هيجيب طب انت منبر تقول منين؟ ده ناس مش لاقي الفول والطعمية. طب تقول ايه للست اللي مؤاخذه اللي هي بتسيب جوزها وتهرب عشان تتجوز واحد تاني؟ ده يبقى هقول جواز؟ إنها فاجرة، وطبعا تستاهل مش الإعدام شنقا، ده ضرب النار شنقا في ميدان عام. تمام 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 تمام. ولا إيه يا ريس؟ طب يا شيف عمرو جندفلي، طب بالنسبه لنسمه لما بدات تعمل معاك، طب دلوقتي لما عرفنا ان نسمه اتمسكت في شبكه السمك، ايوه. رحت لابوها لقيته بيعمل ايه؟ لقيته منهار؟ بياكل الممبار عادي، ومش في دماغه، وبتعمل له شيشه، هي بتعمل له شيشه، هي بتعمل له يعني بابا بيشرب شيشه؟ ايوه. ولا في دماغه اي حاجه. طب تقولي للست اللي هي اللي زي دي اللي تمشي وتسيب ولادها وتسيب حياتها عشان تروح تعمل عمليه خلع وتتجوز الراجل؟ شوف، قال الرسول عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، كتاب الله قال: ان الزاني والزانيه فاجلدوهم 100 جلدة، ولا تأخذهم بهما رحمة ولا شفاعة. فالزاني سبحان يعتبر الله. هو، والزانية هي بقى، ما تقول لك ايه. بس طب ايه غيتهم يعني في اكل الحرام؟
يحبوا ياكلوا في اتعودوا على الحرام الحرام خلاص. عشان ان هم ما متعودين، يعرفوش ربنا. متعوده كده. دايما. دايما انت عارف ساعات. طب تقول ايه للممبار اللي بابا بياكله كتير؟ اقول انه حاجه وهميه وما تخيلش يعني. طب بيجيب فلوسه منين طيب؟ تقول لي. بيجيب فلوس، بيقول لك بيشحت بقى من الداعمين وبياكل من كل طب وده ينفع يا استاذ؟ ما سبحان الله، هم عيشتهم حرام في حرام. لا. تقول ايه لزكيه التخينه اللولبيه؟ زكاة التخينة اللولبية أقول لها تشتغل بملاهي القاهرة الكبرى مع كازينو شريفة فاضل في الهرم. في الهرم. لا هي بس ما تنفعش، لا ده هرم، ده تاخد ثلاجه. نمرة سهير زكي هي. ما هي متعوده على عادي. كده. طب تقول ايه للفنانه صباح جوز زكيه فنانة صباح اللي هو كان عامل اعمال يعني ما تتعملش؟ تقول له ايه؟ الفنانة صباح قامت بدور بمجهود كبير جدا على اساس انها برضه تفوقهم وتخليهم يطلعوا من اللي هم فيه، ولكن بدون جدوى. بس الفنانه صباح كانت دايما تحب تشرب خمور وتشرب الكلام ده ليه؟ ما هو كلهم شله بيئه واطيه. بيئه واطيه، سبحان الله سبحان الله. مش ده راي اللي الشيف عمرو يا جماعه الجندوفلي، اللي هو راح للحاج عجه. أيوة. يقول له بنتك اتجوزت عرف يا حاج، ورمت والله الدنيا كلها. والله انا تعبت على اساس ان تعبي يجيب فايده، ولكن بدون جدوى. الحاج عجه. وعايزين حاجه ثانيه بقى. يا خرب بيتك في تربيتك يا حاج عجه في ولادك. يا ظالم يا ظالم يا ابن الظالم. وبلاش تاكل بقى كتير عجه. واحنا كان معانا اللقاء الجميل والحديث الممتع مع الشيف شريف جندوفلي لما كان بيحكي على قصه اي خدمه بس قصه الست مدام نسمه اللي احنا شايفينها يا جماعه وشفناها في شبكه السناره. انا اي خدمه سعادتك بس تكون بفايده. ان شاء الله. انا غلبت مع العالم ديت ولكن بدون جدوى وبدون فائده، وهم ما استفادوش مني باي حاجه، وانا وجعت قلبي ودماغي اونطه. تقول لهم في اخر الفيديو نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم باذن الله. واعملي اللي تعمليه، تعملي عجه يا نسمه. يعني تبقى عارف ان يبقى عارف هو ان النسمه بتعمل كده وكده وساكت. ده راجل بومبار يا ابو بومبار يا ام بومبار يا عالم يا عالم يا جبلات. واحنا هنا الحديث بتاعنا بدأناه يا جماعه مع الشيف الجندوفلي. حكى قصه نسمه لما عاش معاها الايام العذاب وايام الضلال ده يا جماعه. نعمل ايه بقى؟ نقول له ربنا يعينك يا شيف جندوفلي والحاج عجه، كل منبر كتير، ربنا ينتقم منكم. وعلى اللقاء في برنامج قادم، والحمد لله انها جت على الطف. وتقول لي ايه النسمه في الاخر؟ تقول لها ربنا ينتقم منك انك فجره وهتفضلي على كده على طول، وربنا ينتقم منك بحق جاه النبي حبيبه يا رب. ومن هنا يا جماعه نقول مع السلامه. وخلي بالك يا نسمه لا تقعي في شبكه المهلبيه تاني، وانت لا مؤاخذه، والست اللي تسيب جوزها لا مؤاخذه وترفع عليه قضيه خلع، دي ست لا مؤاخذه اعوذ بالله ان شاء الله في النار مرميه. وده اسمه زنا، اسمه زنا. بس احنا بنقول وبنحب نعرف عشان ربنا يقول لك لما تلاقي حد عدوك في شر روح نبهه، ما تنبهش زي ما احنا شايفين نسمة وزكية اللي دول عمرهم بياكلوا حرام في حرام. حتى عيشة هنية ومطمئين بالنملية وفلوسهم هي وهم رجالة وجدعان. والسلام عليكم ورحمة الله. ونعم الرجالة فعلا، ونعم يا زكية ان انت تقول على نفسكم ان احنا بنات محترمات، وما تطلعوش تعرضوا البنت الصغيرة قدام الناس وتقولوا ده حلال وحرام. يا عالم يا مؤذية يا صباح، ما تبصش لحد قريبك تاني عشان حرام عليك، ربنا هينتقم منك بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.